انا بقول لو نادي الزمالك ده نقفله سنه سنتين ونعمله جراج عربيات محترم هيدخل لنا مليارات اقسم بالله. ايه اللي حصل يا ابو عبد الله؟ انسحاب نادي الزمالك من بطوله السوبر المقامه في الامارات. طيب الخبر الثاني برضو لا يقل أهمية عن الخبر الأولاني. لا ركز كده وهات كوباية الشاي أو كوباية النسكافيه وتعال ندردش سوا أنا وأنت. الخبر الثاني بيقول حرمان نادي الزمالك من المشاركة في بطولة أفريقيا لمدة سنتين. يه إيه ده الدنيا كركبت خالص. إيه فيه؟ طيب ومجلس إدارة نادي الزمالك فين؟ ما قعدش. مجلس إدارة نادي الزمالك مش فارح غير إن هو بيهني أحمد دياب و اسمه إيه ده سيف زاهر. بيهنوا يا باشا بيهنوا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياة حبيبك النبي لن تضاغط اللايك وعامل مشاركة واكتب يوميات زملكاوي. تعبان يا فخري، تعبان يا جدع والله. طيب يا سيدي ابتدي لك من فين؟ من انهي مصيبه؟ عشان ما هي كلها مصايب. هيطلع لي واحد زملكاوي يقول لي هو انت مش معاه غير الاخبار دي؟ ما هي دي اخبارك يا بيه، هي دي اخبارك. طيب انسحاب نادي الزمالك من بطوله السوبر الاماراتي علشان خاطر دونجا. طلع عضو مجلس اداره نادي الزمالك وقال لك ان احنا مش هنقبل الكلام ده. كان العصر قال لك احنا مش هنقبل بايقاف دونجا. طيب هو انت السنه اللي فاتت احنا مش طالعين بفضيحه وجلاجل وحبس وكلبشات وترحيلات وبيجي شكلنا وحش وغرامات؟ طيب انت مش عارف اني الاتحاد المصري قال لك ايقاف محمود نبيل عماد دونجا 4 مباريات؟ والله العظيم ده انا حافظها غيابي من السنه اللي فاتت. تخيل كده، جيت دلوقتي واتنسيت، جيت دلوقتي وبقيت منسي الجواب ده. حرك فرك راح الاتحاد خبطها لنادي الزمالك وبعتها له على الفاكس قال له بص ان كنت ناسي افكرك اهي. طيب ايه الدوشه دي؟ على فكره كده هتلعب وعهد الله هتلعب بيمين هتلعب. ايه لازمتها ان انت تصدر ليه السوشيال ميديا ان نادي الزمالك لا ده هينسحب ونادي الزمالك مش عارف ايه؟ كذاب وعهد الله شويه كذابين بيمين شويه كذابين. وهتروح تلعب وهتنزل بيان بكره او هتنزل بيان شويه بالليل. هتلعب يعني هتلعب غصبت عنك هتلعب. طيب ده موضوع دونجا اللي احنا كلنا عارفينه ان هو اتخانق وضرب وكسر ومش عارف ايه وايه واتحبس وترحل والحوارات دي. وطلع الاتحاد المصري قال لك ايقاف 4 مباريات. يلا اشلط خلصناه بس عشان ما بحبش احكي في القديم. الخبر الجديد حرمان نادي الزمالك من المشاركة في بطولة أفريقيا لمدة موسمين متتاليين. والله زي ما بكلمك أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد نادي الزمالك بحرمان نادي الزمالك من المشاركة في بطولة أفريقيا لمدة موسمين متتاليين. خلصنا؟ لا ما خلصناش يا بيه، ما خلصناش. فرض غرامة 25,000 دولار على نادي الزمالك. والنبي ما معاه يدفع، والله ما معاه يدفع. ده كان مصاريف أصلا الانتقالات والفنادق واللعيبة 11,000 دولار وأنا قلت مش معايا. مجلس حسين لبيب وحسين السيد وأحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وكل البشوات دول بشوات البلد رجال الأعمال الكبار ما كانش معاهم 11,000 دولار. يبقى كده فرض غرامة زيادة أو فرض غرامة كبيرة وهيدفعها. يعني هيدفعها والله العظيم الأرض تنحرق الدنيا تولع. هيدفعها يعني بدل ما أدفع 11,000 دولار لا هدفع دلوقتي كام؟ الله ينور عليك 25,000
دولار، يا اما حيتوقف القيد، ولو توقف القيد يبقى خلاص ما فيش اي صفقات. لا ده حتدفع يعني حتدفع ورجلك فوق رقبتك. بقى تحرم نادي الزمالك من المشاركة في بطولة افريقيا بحجة ان انتم مش معاكم 11,000 دولار؟ والله العظيم بتتعشوا بيه في يوم. والله لو المجلس ده كله اتلم وقعد في فندق محترم هيدفعوا كد الطاقطقين في العشوة الواحدة. لكن عند نادي الزمالك مفيش فلوس ما تدفعش. انت عاوز تاجي تمضي على كمبيالات؟ خدامك وحنسميه ايه؟ قرض حسن. حنسميه قرض حسن. والله عمرك شفت اقذر من كده؟ عمرك شفت اوسخ من كده؟ نادي الزمالك في كرة اليد اتدمر تماما. نادي الزمالك في كرة القدم خلاص جرب والله اقسم بالله جرب. مش مشكلة عرض ولا مشكلة عرض ولا مشكلة الكلام ده. هم جايين عشان يعملوا كده. الخراب ده مقصود عشان يتباع للمستثمر العربي، ابو عقال ده اللي معاه فلوس كتيرة ده، ويقول لك منين؟ محدش هيقدر يسدد المصاريف دي. امال البس يا زمالك ابعتها له.